المرأة بوحدها، الرجل بوحده. المرأة كيان مختلف تماما عن الرجل بالنسبة لي، حتى في الطاقات ديالنا. اللي كتبطن النية ديالها أنها تكون ربة بيت وزوجة وماشي الجوجات هادو عندهم نفس السمية، وبجوجهم سميتهم هيند، وبجوجهم كيديروا صناعة المحتوى. الفرق اللي كاين هو هند مولات الحجاب كتعيش في المغرب، وهند الاخرى كتعيش في المانيا. ابرز المقولات ديال هند مولات الحجاب ومعلمة القرآن يا حسرة: نتعاونوا ولكن ما نصرفش. نتعاونوا كتساوي انت تشري بارطمون وهي تشري حكاكه مطيشه من بيه من نهار الجمعه. انا ضد التعدد وكنرفض التعدد، وهذه راه بطبيعه الحال معلمة القرآن يا حسرة. ما نتزوجش بواحد عنده صالير 6000 درهم. لا ما نتزوجش بهنا نفس السالير ديالي. واش باغي تبدي شي واحد اكثر من الصالير اللي سويه متأسلم؟ وابرز مقولات هند مسعد اللي كتعيش في المانيا: كنتأسف للمرأة اللي كتعتبر مشروع زواجها هو مشروع حياتها. وهنا غتزيد تصدم الشباب انها قالت بانها طلبت 200 درهم في الصداق، والعدول هو اللي قال لي من الاحسن كتبوا 500 درهم. انا اسامه تزوجت ب 500 درهم، والعدول قال لا نكتبوا 500 درهم احسن. اخر همي كان هو الصداق والعرس. انا مع التعدد وقابله بالتعدد حيت هو شرع ربي. الفكر النسوي خرج على النساء، والرضا ديال الزوج هو مفتاح ديال الجنه، والمراه الا تزوجات خاص راجلها يعاود ليها التربيه. ملي تجي عندك نضار عاود لها التربيه، ولا كمل لها ديك التربيه لباباها ويماها. هند مسعد اللي كتعيش في المانيا قالت في البودكاست بالحرف: الاب ديالي نهار بغى يزوجنا انا واختي قال لي ما عنديش البقر باش نتزايد فيهم بالثمن، انا عندي اهم حاجه هو اللي غيتزوج بنتي خاف فيها الله سبحانه وتعالى. هادشي علاش سيادنا الوالا قالوا بنت الخير كتشم في يديها كتشبع، في المقابل الله يحفظك من الجيعان الا شبع. انا ديما كنقول بان النسويه المتأسلمه اخطر من النسويه الليبراليه، واخطر منها بمراحل بطبيعه الحال. الحاصل هند مسعد جمعت ما بين جمال الوجه وطيبه القلب، وبينت على الجهل والجوع والتخلف والفكر الخامج اللي كيعيشوا فيه اغلب بنات بلادي. ومن هذا المنبر كنقول لك الله يرحم من رباك الا كان مات، والله يعطيه طول العمر الا كان باقي عايش.